يا صباح الخيرات. النهاردة هنعمل مع بعض جرانولا بار. طعمها حلو جدا وصحية، بنشتريها برا بفلوس كتير. هنعملها بطريقة سهلة، مش هنستخدم فيها فرن. هنعملها من غير خبز. حلوة جدا كسنيك، هتدينا طاقة وباور طول اليوم. وكمان ممكن نحطها للأطفال في اللانش بوكس، مغذية. لو أول مرة تشوفوني، أنا زينب ودي قناتي. ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة. يلا بينا مع بعض نشوف هنعمل الجرانولا بار اللي هي أصابع الشوفان دي ازاي. طبعا الجرانولا بارز ليها طرق ومكونات مختلفة كتير. هنعمل النهاردة بالمكونات دي، وان شاء الله بمكونات تانية نبقى نعملها مع بعض. عندي هنا كوبايتين شوفان ونص كوباية لوز او اي نوع مكسرات، ممكن سوداني، ممكن عين جمل، ممكن بندق، اي نوع انتوا بتحبوه. انا بحب ادي الشوفان والمكسرات تحميصة كده على النار، تديهم نكهة وطعم احلى. طبعا لو انتوا حابين تستخدموا الشوفان والمكسرات كده، ممكن تستخدموها من غير تحميص. انا بحمصهم، مش اللي هما ياخدوا لون او اي حاجه، هما بس بيطلعوا ريحتهم كده مع بعض. وفي البوله دي حاطه كوبايه زبده فول سوداني، ممكن تستخدموا زبده لوز او اي نوع زبده مكسرات انتوا بتحبوه. حاطه كمان نص كوبايه عسل نحل، وحاطه رشه فانيليا ورشه ملح. وهقلب بقى العسل وزبده الفول السوداني دول مع بعض لحد لما يختلطوا مع بعض كده. ممكن احطهم في الميكروويف يدوبوا شويه عشان يبقى سهل معايا في التقليب. بس هو اول ما اخلطهم كده هيتخلطوا، وهيبقى في الاول بس صعب، بعد كده هيتخلطوا بكل سهوله. وهحط بقى عليهم الشوفان والمكسرات اللي احنا حمصناهم. وكمان عندي هنا زبيب ربع كوبايه، اي نوع زبيب انتوا حابينه، او ممكن نستخدم فواكه مجففه. ممكن نستخدم برضه، نحط معلقتين جوز هند اللي عندكم المتوفر، وممكن تستغنوا عن الزبيب وتستكفوا بكده بس اللي انتوا حابينه. وهقلب بقى المكونات دي مع بعض لحد لما يختلطوا تماما ويبقى كله ممتزج مع بعض. وده بقى شكلهم بعد ما اختلطوا كويس جدا مع بعض. عندي بقى اي قالب او صينيه مقاس 20، احط فيها ورق زبده من تحت، واحط بقى عليهم الخليط اللي احنا عملناه ده. وهبدا بقى افردهم كويس جدا لحد لما يعملوا سطح متساوي. ممكن اضغطهم كده بالسباتولا، او ممكن استخدم معلقه برضو لغايه ما اسوي السطح بتاعهم. وبعد بقى ما سويت السطح بتاعه كويس، هدخلهم بقى التلاجة حوالي ساعة، او ممكن الفريزر 10 دقايق لحد بس لما يتماسكوا مع بعض كويس. وبعد بقى انا هنا سبتهم ساعة في التلاجة. طلعتهم بقى بكل سهولة من الصينية كده. وهبدأ بقى اقطعهم. هشيل اول حاجة ورق الزبدة. اما باجي بقى اقطعهم، بحدد الاول كده بطرف السكينة عايزة اقطع فين، عشان ما يبقوش معوجين معايا ولا حاجة. بعد كده من النص قطعته من النص الاول، وبعد كده كل نص هقطعه 3. وبعد كده بقى من الجنب هقطعه على 2. هتشوفوا الحجم اللي طلع معايا، يعني حجم متوسط، مش كبير قوي ولا صغير قوي، بس يعني الحجم ده عمله معايا 12 قطعة بالحجم اللي انتوا شايفينه ده. والحجم ده عمل معايا 12 قطعة من الحجم اللي انتوا شايفينه ده. لو مش عايزينها مسكرة شوية، ممكن تقللوا كمية العسل لتلت كوباية. بس عايزة اقولكم السكر بتاعها حلو جدا، عشان زبدة الفول السوداني اللي انا مستخدماها دي مفيهاش عسل او اي حاجة معمولة في البيت. عملناها قبل كده على القناة، هبقى اسيب لكم اللينك بتاعها. يا رب الفيديو يكون عجبكم. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان يوصل لكم كل الفيديوهات الجديدة اللي بنزلها اول باول. باي باي.